يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا دلوقتي واقف بمثل موقع مصر، فلو حد جاي لي مثلا من اسيا عشان يوصل لافريقيا لازم يعدي في مصر. طب لو حد جاي من العكس، من افريقيا رايح لاسيا، اكيد لازم يعدي في مصر. يعني ايه؟ يعني اقدر اقول لك دلوقتي ان مصر موقعها متوسط ومتميز عظيم جدا. كمان حاجه، يقول لك المدخل الحقيقي لافريقيا من الشمال. عارف ليه؟ عايز يقول لك ان انت لو عايز توصل لوسط افريقيا توصل له عن طريق مصر في الشمال. تقول لي ازاي؟ انا عايز اوصل للوسط يبقى اوصل عن طريق الشمال. اشمعنى؟ لان النيل هو الوحيد اللي بفضله مصر هتبقى المدخل لقلب افريقيا. بمعنى بمعنى ان النيل ممتد في دول تحت في الجنوب كتيره جدا، فالامتداد اللي موجود تحت ده ادى الى ايه؟ ادى الى ان احنا نتواصل مع الحضارات التانية. عظيم. هنا بقى يقول لك حاجة جميلة جدا، بص بقى. احنا فاضل لنا دلوقتي ان احنا نتواصل مع قارة اسيا، فهيدي لك طريقين. الطريق الاولاني في الشمال والطريق التاني في الجنوب، وهنرسمه دلوقتي على الخريطة. في الشمال طريق بيعدي عن طريق سوريا والعراق، وده بالمناسبة طريق بري. طريق بقى مليان افرع كتير، وطريق يعني يقول لك بكل ثقل وتفرعاته اللي هو اهميته يعني. اما الطريق التاني فهو طريق في الجنوب، وده غرب شبه الجزيرة العربية، وبيطوق شبه الجزيرة العربية كده لحد ما بيوصل إلى الخليج العربي. مستر أنا مش فاهم. ولا أنا. يعني إيه؟ أما نجيب حد إحنا الاتنين يفهمنا ولا إيه؟ لا ما أقصدش. أنا قصدي إن إحنا هنستلم الخريطة دي كده وأشرح لك عليها. لما نوصل لموقع مصر، عشان أنت توصل لآسيا، فأنت حضرتك تعمل إيه بقى؟ تيجي جاي طالع من مصر هنا على سوريا وعلى العراق. يبقى ده طريق إيه؟ بري وموجود في الشمال. لكن عايز اوصل لاسيا عن طريق البحر، يقول لك غرب شبه الجزيره العربيه، يعني الجهه دي. تيجي انت جاي متحرك من هنا كده من البحر الاحمر، يقول لك الطريق ده يطوق شبه الجزيره العربيه، يعني بيلف حوالين شبه الجزيره العربيه، يعني بالطريقه دي كده لحد ما يوصل فين؟ في الخليج العربي. يبقى ده الطريق الثاني الجنوبي البحري. جنوبي بحري. وصلت؟ يبقى الطريق الشمالي بري والطريق الجنوبي ايه؟ بحري. حاجه كمان، مصر عندها اطول بحرين موجودين، في الشمال بحر متوسط، وفي الجنوب وفي الشرق بحر ايه؟ احمر. شمالها متوسط، شرقها بحر احمر. نقدر دلوقتي نقول ان مصر تمتلك موقع جغرافي في غاية التميز، عظيم جدا جدا.